النهارده هنعمل صينية فراخ بالبطاطس. أول حاجة معانا الصينية، معانا وركين فراخ وبصل متقطع طرنشات والبطاطس طرنشات وعصير الطماطم والزيت والملح والتوابل. يلا بينا نعرف الطريقة ازاي. أول حاجة بنرص الطرنشات البطاطس مع البصل، بنحط نص الطرنشات وبعد كده نجيب الوركين نحطهم كده ونحط تاني بقى باقي البطاطس وباقي البصل. بعد ما حطيت البصل والبطاطس مع الوركين بنبدأ نصب عصير الطماطم تمام كده. حطينا عصير الطماطم، بعدها بنحط شوية زيت بعدها بنحط الملح والتوابل، اي توابل عندك بتحطيها. لو عندك 7 بهارات، اهم حاجة برضو فلفل اسود، لازم يتحط فلفل اسود وورق لورا، لازم يتحط فلفل اسود وورق لورا. حطينا الورق اللورا، بعد كده بنحط الفلفل الاسود والحبهان، طبعا انا الفرن محمي وشغال، النار شغالة بتاعة الفرن. باخد الصينية بحطها في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. حطينا الصينية في الفرن، هنسيبها شوية وناخد بالنا منها عشان ما تنشفش. الفرن حامي، تحطها على نار حامية. تمام، نستنى نص ساعة كده ونشوف النتيجة هتبقى ازاي. استنونا. وجينا بعد نص ساعة نشوف، نفتح الفرن ونشوف عملت ايه. بنلاقيها احمرت اهي وتبقبق، نقدر ناكلها دلوقتي او ممكن تسيبها شوية تحمر شوية. نسيبها شوية كمان 10 دقايق ونشوف اللون هيبقى عامل ازاي. كده طلعنا الصينية من الفرن وبقى ده شكلها، صينية الفراخ بالبطاطس. شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ احلى صينية فراخ بالبطاطس. شايفين الورك والبطاطس والبصل؟ اتفضلوا معانا. اتمنى تنال على اعجابكم. اتفضلوا معانا، اتفضلوا معانا بالهنا والشفا. اتمنى منكم الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو. وبنقدمها كده مع الرز بالشعرية ومخلل، ودي مع البطاطس، وبالهنا والشفا.